السلام عليكم. فيديو النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم القراقيش أو المنين بالعجوة بطريقة سهلة، والنتيجة هتكون حلوة جدا. طعمها جميل، دايبة وناعمة، وهقول لكم على التسوية المظبوط وإزاي تكون معاكم باللون الجميل ده. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو. بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة لو بتشوفوني لأول مرة. بسم الله. اول حاجة هبدأ اعمل حشوة العجوة. عندي نص كيلو من البلح الاسود كنت مفرزاه، بغسله وبشيل منه القشر والنوى، بحفظه في الفريزر بالشكل ده من السنة للسنة. بالنسبة لي بفضله عن العجوة الجاهزة، انضف وطعمه بيكون احلى. بحطه على النار ومعاه نص كوباية من المية ومعلقة كبيرة من السمنة، وبسيبه على النار لغاية ما يطرى. وبعد كده بهرسه وبنعمه جدا، وهضيف له معلقة صغيرة من القرفة. وكده بقى جاهز. برفعه من على النار وهركنه على جنب يبرد. لو مش موجود عندك البلح ده او التمر بتستخدمي العجوة الجاهزة، طريقتها سهلة جدا. طبعا ما بتحطهاش على النار عشان ما تنشفش. على البارد كده بتضيفي عليها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة صغيرة من القرفة، وبتعجنيهم كويس قوي مع بعض لغاية ما العجوة بتطرى معاكي وبتكون عجينة سهلة التشكيل كده، وبتبتدي تشتغلي بيها. ودلوقتي انا بجهز الخميرة. حطيت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبضيف عليها معلقة كبيرة من السكر، وعليهم نص كوباية من المية الدافية. بقلبهم كويس مع بعض لغاية ما الخميرة والسكر يدوبوا، وهغطيهم واسيبهم مدة 10 دقايق في مكان دافي. وده شكل الخميرة بعد 10 دقايق بالظبط، تفاعلت وعليت بالشكل ده. معايا دلوقتي نص كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقة صغيرة من ريحة الكحك وحوالي معلقة كبيرة من السمسم. بقلبهم مع بعض، وهضيف نص معلقة صغيرة من الملح كنت هنساها، وبقلبهم كويس مع بعض. وهنزل عليهم بنص كوباية من الزيت ونص كوباية من السمن. السمن هنا سيحتها على النار، يعني يدوب دافية مش سخنة. وهقلبهم كويس. الأول بستخدم المعلقة، ودلوقتي هشيل المعلقة وابتدي أفرك الدقيق بالمادة الدهنية. بستخدم ايدي، بفرك وببس كده فيهم لغاية ما الدقيق بيتشرب المادة الدهنية. إضافة الزيت هنا لعجينة القراقيش هي اللي بتديها القرمشة المطلوبة. لو اكتفيتي بالسمن بس هتطلع معاكي القراقيش ناعمة ومفيهاش القرمشة اللي كلنا بنحبها. ولو اكتفيتي بالزيت بس هتطلع معاكي القراقيش ناشفة جدا زي البقسماط تمام. فلازم نمزج بين السمن ما بين الزيت، هتديكي نتيجة حلوة جدا. بتطلع القراقيش دايبة وفي نفس الوقت فيها قرمشة جميلة. وهنا زي ما انتوا شايفين الدقيق اتشرب واتغلف بالمادة الدهنية كويس، بقى شبه الرمل المبلول. ده بيكون شكله. في المرحلة ديت هضيف له دلوقتي الخميرة وابتدي ألم العجينة، وهضيف للعجينة كوباية من المية الدافية بنزل بيها بالتدريج. طبعا زي ما انتوا عارفين وقلنا مع بعض كتير، مش كل دقيق زي التاني، كل دقيق بيختلف في امتصاصه للسوائل، فعشان كده دايما بننزل بالتدريج بالسوائل بتاعتنا. هنا العجينة بتاعتي خدت مني حوالي كوبايتين من المية، كوباية ونص دلوقتي وخدت نص كوباية مع الخميرة. انتوا ممكن ياخد منكو الكوبايتين، يعني حسب نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. بلم كده في العجينة وبعجنها لغاية ما الدقيق يختفي والعجينة تتحول لعجينة طرية متماسكة سهلة التشكيل. كده تمام. العجينة لمت معايا وبقت متماسكة وطرية، مش بتلزق. ده بيكون شكلها. هغطيها دلوقتي واسيبها ترتاح نص ساعة وبعدين نرجع نشوف هنشكلها ازاي.
ودلوقتي بعد نص ساعة العجينة ارتاحت وبقت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هبتدي اقسمها لجزئين، باخد اول جزء هبتدي اشكله، والجزء التاني بغطيه بالفوطة عشان ما ينشفش. ببدأ افرد العجينة، بفردها على مفرش سيليكون او على كيس بلاستيك، بتتفرد معايا بكل سهولة. بستخدم النشابة لفردها عشان سطح العجينة يكون متساوي وناعم. بفرد العجينة بسمك معقول، مش سميكة قوي ولا رفيعة، يعني حوالي سمك نص سنتي. بعد ما فردت العجينة بالشكل دوت هقلبها على الناحية التانية عشان العجينة تكون ناعمة ومتساوية من الناحيتين. وببتدي بساوي أطراف العجينة من كل ناحية، بقطع بالسكينة وبخلي العجينة على شكل مربع أو مستطيل. العجينة اللي بشيلها دي طبعا مش بتترمي، برجع ألمها وأعجنها تاني وبستخدمها. وبحط دلوقتي حشوة العجوة على العجينة، بوزعها على نص مساحة العجينة بالشكل ده. بحط منها طبقة بسيطة وبوزعها بالتساوي. وباستخدام المفرش أو الكيس البلاستيك بطبق وبتني العجينة على حشوة العجوة بالشكل ده، وبضغط عليها بإيدي أو بمشي النشابة عليها عشان ما يكونش فيه هوا بين العجينة والعجوة ويلزقوا مع بعض. وببتدي بالسكينة بشيل أطراف العجينة علشان أسويها ويكون شكلها حلو. وببتدي بقسم العجينة لقطع، طبعا بتقطعوها بالشكل اللي تحبوه، ممكن تقطعوها على شكل مستطيل أو مربع، مفيش أسهل ولا أبسط من كده. وبشكل دلوقتي الجزء التاني والأخير من العجينة، بفردها بنفس الطريقة وبحط فيها حشوة العجوة وهطبق عليها وبقسمها. هنا هقسمها لقطع على شكل مربعات، نوع من التغيير. شكلها حلو جدا وبسيطة وسهلة. واخر حاجة معايا زوايد العجين اللي كنت قطعتها، رجعت لميتها وفردتها وحشيتها بالعجوة وقطعتها على شكل صوابع بالشكل ده. ورصيت القراقيش بتاعتي في صاجات مش مدهونة، وسبت بين كل واحدة والتانية مسافة، هسيبها ترتاح مدة ربع ساعة قبل ما ادخلها الفرن. ودلوقتي بعد ما القراقيش ارتاحت مدة ربع ساعة، عندي معلقة من العسل الاسود، حطيت عليها معلقة من المية وخلطتهم كويس قوي مع بعض، وهبتدي ادهن بيهم وش القراقيش. القراقيش بالشكل ده هتاخد لون ذهبي جميل زي اللي شفتوه في اول الفيديو. طبعا ممكن تستغنوا عن الخطوة دي وتدخلوا القراقيش على طول الفرن من غير ما تدهنوا وشها. ولو ما عندكمش عسل اسود ممكن تستخدموا معلقة من اللبن تدهنوا بيها، بس العسل الاسود بيدي لون وكمان بيدي طعامة وتعسيلة كده للقراقيش جميلة. وهرش فوق القراقيش رشة بسيطة من السمسم، دهان الوش هيخلي السمسم يثبت فوق القراقيش. وبدخلها على فرن سخن على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده عشان العجوة ما تنشفش. اول ما بلاقيها خدت لون من تحت ومن الجوانب بطفي الفرن وبشغل لها الشواية مسافة 5 دقايق تاخد لون. ودي التسوية المظبوطة للقراقيش، هتطلع معاكي في منتهى الجمال. وده شكل القراقيش او المنين بالعجوة، التسوية مظبوطة جدا، لون موحد وريحتها جميلة، القرقوشة هشة ودايبة وفيها قرمشة جميلة، هتعجبكم جدا لو جربتوها. يلا اعملوها واملوا البيت دفى وخير مع كوباية شاي بلبن في الفطار او العشاء، جميلة جدا ومغذية. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، واللي بيشوفني لاول مرة يشرفني اشتراكه في القناة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.